الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أخواتنا وأحبتنا في الله، في هذا اليوم الجميل الممتع الذي متعنا به الله سبحانه وتعالى، وتفضل وتكرم علينا بأن نحيا هذا اليوم، وأن نتنفس هذا الهواء، وأن نرى هذا الماء الذي ينبع من نهر في الجنة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. أحيانا الإنسان بيكون عنده ما تعرفش طاقة شر، أو طاقة في حاجة في صراعات داخلية جواه عمالة تروح وتيجي، سواء كانت ضغوط حياة، ضغوط بيت، ضغوط عمل، ضغوط ضغوط ضغوط، كل دي ضغوط. ولكن ربنا سبحانه وتعالى حلها لنا في كلمة واحدة: فإن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اللهم آمين يا رب. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ولا تجد أي شيء يفكك من هذا الزخم الفكري والقلبي والضغط، إلا إنك أنت تطلع مع نفسك كده مع ربنا وتكلمه وتقول له: يا رب أنا وضعي 1 2 3 وأنت أعلم به مني. يعني سبحان الله. فلا تكن حبيس نفسك. وزي ما كنت منزل بوست عن الوفاء، واتضح ان الناس كلها بتشتكي من عدم الوفاء، سبحان الله، يعني من عدم الوفاء وعدم الإخلاص في العلاقات الإنسانية بعضهم ببعض. إلا إني أقول إن ده نابع من بعدنا كلنا عن رب العالمين. أي شيء بيحصل لنا، سواء كان ضغط، سواء كان أزمات، سواء كله بما في أيدينا. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. الكلام ده من 1444 سنة من أيام النبي صلى الله عليه وسلم. وهم من هم، والله سبحانه وتعالى قال: فالقرآن فيه خبر من قبلنا وخبرنا وخبر من بعدنا. يعني القرآن فيه كل أخبارنا كلها من أول خلق بدء الخليقة إلى يوم القيامة إن شاء الله. أحبابنا الكرام، ليه وصلنا لكده؟ ليه وصلنا إن إحنا كل شوية عندنا ضيق صدر؟ أنا شخصيا بعاني من الموضوع ده أحيانا، وأحيانا بيبقى عندي قوة شر رهيبة، يعني أنا بتغلب عليها. يعني أنا أسمع حد بيقول كلمة مش كويسة عني، أو عن حد أعرفه، أو عن حد أعرفه أنا أعرفه كويس جدا إن هو كويس ومحترم، إلا إني بصراحة يعني بيتعبني جدا الشعور بالإحساس إن إنسان بيتكلم على إنسان بشكل قد يكون وهو مش عارف قيمة الإنسان ده. ولذلك: وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصاد ألسنتهم؟ سبحان الله. أنا بصراحة يعني كمان شايف إن الجمعة بس ما أصبحتش كفاية. إحنا عايزين كل أيامنا تكون صلاة، تكون جمعة، عشان نسمع كلام عن ربنا سبحانه وتعالى، ونسمع عن الحرام والحلال، ونسمع وننسى ومنقول. انا شخصيا بجد يعني انا يعني مش بقول كده افتراء على حد. انا ما بيهمنيش البشر في حاجه، يعني البشر دول كلهم شيل 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 وارمي. وبالعكس، المكان ده نظيف، اللي هم الناس اللي مش تمام. اما الناس الكويسين دول على راسنا، وعلى نحملهم على اكتافنا، ونكون خدامين لهم. مش هقول لك المعامله بالمثل. احنا مطلوب مننا ان احنا بس عشان صدورنا ترتاح، ان احنا نذكر ربنا كتير. الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. فاحيانا الواحد بيقول كلام، واحيانا بيكون تعبان من جواه نفسيا،
يعني هو اي نعم بيخرجك، اي والله بيخرجك، بس انت عندك نفس بشريه. ده انت عندك مقاومه النفس ديت. مقاومه النفس والهوى دول مشكله كبيره جدا. لازم 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 ان احنا نرجع لرب العالمين. والله 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 ما في طريق الا طريق ربنا سبحانه وتعالى، ولا جوار الا جوار الله، ولا منفعه الا بامر الله، ولا مضره الا باذن الله سبحان الله. وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. ف اخواتنا الكرام، انا يمكن عايز اتكلم في حاجات كتيره ببقى محضرها عشان عايز اقولها، لكن سبحان الله يعني ما تعرفش رزقي ولا رزقكم ولا رزق ايه بالظبط، ولا ايه. ولكن احنا مش هنحكم على قلوب الناس ولا على قلوب العباد. القلوب كلها بين اصبعين من اصابع الله يقلبها كيف شاء. لكن المطلوب مني ومنك ان انا اسيب كل الناس في حالها، ان انا اسيب الناس تعمل اللي هي عايزاه. اذا كانت نصيحة. ماشي يا حبيبي، عينيا، تعالى، انا مستنيك اهو. حبيبي حاضر. ماشي يا حبيبي. احد الناس المتابعين الجمال الطيبين المتابعين بيقول لي انا هبوظ لك الفيديو ده. بيهزر معايا يعني، بيضحك معايا يعني. فناس محترمه هنا، ناس اخواتنا العرب الطيبين، ربنا سبحانه وتعالى يجعلهم بخير اللهم امين، وكل الموجودين ان شاء الله. نكمل كلامنا ونقول ايه؟ ونقول ان الانسان محتاج دايما انه يقف وقفه مع نفسه، ويتامل في خلق ربنا سبحانه وتعالى، ويتامل في جنات الله على الارض اللي هي الطبيعه اللي خلقها ربنا سبحانه وتعالى. ام حسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. لازم 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 اوصيكم ونفسي بده، وان احنا لا نتحاسد، لا نتباغض، لا 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 لا. ولكن احيانا الشده مع بعض التعاملات بتجيب اثر نتيجه، وتجيب من الاخر. ما هو انا مش هستنى، يعني مش هكون كبش فدا للناس كل شويه، سواء انا او انت او غيره. مش هكون كبش فدا للناس شويه بشويه. مطلوب مني ان بعض الناس اللي انا شايف انهم ممكن يعني يتمادوا في الخطأ. اذا كان عندهم اذا كنت انت اذا لمسوا فيك الضعف، لكن لابد لك ان تكون صارم معاهم في هذا الموضوع، وبكل ادب ومنتهى الصرامه انك تقاطع الناس دي. واعتزل ما يؤذيك. والله الواحد بقى دلوقتي حاليا في الشارع بيشوف مناظر، الله وكيل وشهيد، يعني اعوذ بالله من غضب الله. بناطيل محزجه على البنات، بناطيل مقطعه على الصبيان، سفور في كل حاجه بالنسبه للبنات والصبيان، رجاله ستات مختمرات وشايفه مش عارف ايه، يعني مغريات تودي جهنم في عربيه احدث موديل. اي والله. على رأي ابن محمود، ده التعامل مع بعض الناس يا بابا يودي النار في عربية أحدث موديل. أي والله. فربنا سبحانه وتعالى يصلح حالي وحالكم وحال المسلمين جميعا يا رب العالمين. وكنت معكم في هذا المنظر الطبيعي الجميل الخلاب الذي خلقه الله سبحانه وتعالى. ونعوذ بالله من حال أهل النار، وأعوذ بالله أن أكون جسرا يعبر عليه الناس إلى الجنة وألقى أنا في النار. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.